السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي وأصدقائي في قناتي قناة أبو شي. يمكن أنا عملت فيديو امبارح عن قناة منى وبيت العيلة مع مصطفى داوود، وعن قناة حنان وعلا داوود. وطبعا اتكلمت في حق مصطفى داوود واتكلمت في حق الست منى، واديت نصيحة للحاج مصطفى وان شاء الله يكون سامعها، واتكلمت عن مدام حنان داوود، وتركت ان انا ادي لنفسي فرصة ان انا ما اتكلمش عن الموضوع دوت. لكن لما اثير الموضوع دوت في التعليقات اضطريت ان انا النهارده اتكلم عنه. هنخص علا داوود زي ما انتم عارفين وزي ما انتم شفتوا وشاهدتوا في فيديوهاتهم اللي قبل كده. تقريبا كان شبه منفصله عن زوجها ورجعت بالسلامه لزوجها. ربنا يثبت اقدامها ويثبت اقدام جوزها، وان شاء الله ما يرجعوش تاني لفتره الانفصال اللي عاشوها، لانها بتبقى فتره صعبه على الاثنين مش على واحد بس. علا رجعت بطريقه مستفزه بعد رجوعها لجوزها، خصوصا انها بتبعد عن والدتها فتره وبتيجي تصور معاها تقريبا يوم الجمعه، فبالتالي عايزه تعوض الايام اللي بتفوتها وهي بعيده عن القناه بفيديوهات تظن ان هي بتجيب مشاهدات، لكن هي بتبعد القناه، بتبعد المتابعين، وبتبعد القناه عن المتابعين، وبتبعد المتابعين عن القناه، وبتبعد الخالة حنان عن محبيها اللي هم حابينها وحابين ظهورها. هنقول في نقطتين مش اكتر. النقطة الاولى ان الاخت علا بتحاول ان هي دايما تستفز الجمهور، بتستفز مشاعر المتابعين، بتستفز مشاعر المشاهدين اللي بيشاهدوا القناة، خصوصا ان هي تعتبر ملتزمة، لان زي ما انتم عارفين ان علا منتقبة، والست المنتقبة بيبقى ليها وقار تاني خالص غير اللي احنا شايفينه، بيبقى ليها حشمة في ملابسها، بيبقى ليها رونق تاني في صوتها، بيبقى ليها اسلوب راقي تاني خالص نظرا للزي اللي هي لابساه. لكن المشاهدين غلبوا في علا داوود من ناحية الصوت، من ناحية مقاطعة كلام الست الوالدة وهي بتتكلم، من ناحية الأفورة اللي هي بتعملها أثناء إخراج الفيديو الفاشل. كل دوت المشاهدين يتكلموا فيه، كل دوت المتابعين يتكلموا فيه، ولكن لا حياة لمن تنادي، لا حياة لمن تنادي. فوجئت امبارح ببعض التعليقات، مش هقدر اقول ان هي تعليقات سلبية، لانها بتنصحها وبتوجهها ملابس تكون على قد النقاب، على قد النقاب. عابوا عليها كتير امبارح في الفيديو ان الملابس جدا ضيقه بالنسبه للنقاب اللي انت لابساه، المفروض الاتنين يتناسبوا مع بعض، مش يبقى حاجه كده وحاجه كده. طبعا انا ممكن اكون ما شدش انتباهي الاول حاجه زي كده، لكن لما لقيت التعليقات كلها نازله تيخ طخ تيخ طخ في النقطه ديت، لقيت فعلا عندهم حق، لقيت فعلا ان هم عندهم حق. انت دلوقتي منتقبه، مفروض يكون اللبس يناسب النقاب اللي انت لابساه، لان النقاب ده ليه اصوله. يعني اللي لابس النقاب دوت من المفترض وانا بشوف ناس منتقبين كتير لابسين اللبس بتاعهم الفضفاض، لابسين اللبس المحتشم اللي ما بيأديش ان اي واحد يقدر ان هو يبص لهم او يطلع عليهم ملحوظة. النقاب ليه ضوابط، النقاب ليه التزامات، النقاب ليه حاجات كتيرة. طالما ارتضيتي ولبستي النقاب لابد انك انت تلتزمي بالقواعد بتاعته. مش معنى انك انت في البيت وبتصوري بهدوم البيت وتقولي ان انا في البيت انا ما خرجتش بره. لا، انت لما بتصوري بهدوم البيت معنى ذلك انك انت خرجت بره والناس كلها شافوكي وكأنك ماشيه في الشارع بالظبط.
لانك انت عارضه نفسك على اليوتيوب، عارضه نفسك على اليوتيوب. هنا هياخدني سؤال، الجلابيه اللي انت كنت لابساها امبارح ديت انت بتنزلي بيها ولا ما بتيجي تنزلي بتلبسي عليها عبايه تانية؟ اكيد بتغطي جسمك بعبايه تانية. يبقى المفترض الزي اللي انت بتمشي بيه في الشارع هو الزي اللي انت بتظهر لنا بيه على قناه اليوتيوب. المصيبه الاكبر ان لو الزي اللي انت بتصوري بيه في قناه اليوتيوب هو نفس الزي اللي انت بتخرجي بيه في الشارع، وده يتنافى تماما مع النقاب. فيا ريت مره تانية هنقولك، ومن واجبنا ان احنا نقولك ونصحح اخطائك، ومن واجبك انت انك انت تسمعي لنصايح المتابعين اللي هم بيتابعوكي، اللي انت دايما بتقولي دوسوا لايك عشان نسبة المشاهدات تزيد، دوسوا لايك عشان نسبة الارباح تزيد. كل دوت في اعتبارك، ومش في الاعتبار انك انت تلتزمي بنصائحهم اللي ممكن يزيد من الارباح ويزيد من المشاهدات، لانك انت انصعت ليهم وهم ما بيقولوش حاجة غلط، هم بينصحوك للصح. بس للأسف الشديد انت مش بتنفذي التعليمات اللي هم بيقولوها، مش بتنفذي النصايح اللي هم بيقولوها. في مثل جه في دماغي دلوقتي وانا بكلمكم، واللي هو بيقول اللي يشوف بلاوي غيره بتهون عليه بلوته. وطبعا احنا عارفين الابتلاء دوت بيبقى اختبار من رب العالمين على مدى قدرة تحملك للبلاء اللي ربنا بيرزقك بيه. حالتنا الاقتصادية تعتبر معدومة، واكترية الناس اللي موجودة على اليوتيوب بتعتبر حالتهم مش قد كده، وفي ناس ربنا رزقها والحمد لله متيسرة معاهم. كلنا عارفين ان دي ارزاق من عند المولى عز وجل، وكل واحد رزقه هيجيله حتى لو هو فين، بس نسعى. وهنا السعي المطلوب منه ان انا عندي قناة سواء كانت مصدر رزق حقيقي ليا او مجرد تحسين لمصدر الرزق بتاعي. انا بعمل الفيديو بتاعي وبعمل المحتوى بتاعي، وما بنتظرش من المتابعين غير ان هم يشاهدوه ويحاولوا بقدر الامكان يمدوني بالنصيحة عشان اطور من نفسي. وده اللي انا قلته في بداية الفيديو بتاعي لعلا بنت الاخت حنان داوود. اللي انا شايفه واللي الناس شايفاه واللي الناس ملاحظاه ان طلب الحاجة في كل فيديو او في عناوينكم او في تمثيلياتكم مش مستحبة، لان في ناس اقل منكم حالة في الدنيا موجودة، ولو هنقدم امثلة هنلاقي كتير. ويمكن انا عملت فيديو قبل الفيديو دوت واتحجب عنه الاعلان، لكن صورت صورة حية والناس موجودة تحت الكوبري بتنتظر المساعدة من الناس، سواء كان في اكل او في شرب او في ملبس او في مادة. كل اللي بيعملوه ان هم ممكن يكونوا بيسألوا الله للناس، وفي ناس هتساعدهم وفي ناس مش هتساعدهم، واخر الليل يجي يفترشوا تحت كوبري، اي كوبري كان بيناموا تحتيه، وبيعتبر ده هو البيت بتاعهم وهو ده المكان اللي هو بيقويهم. احنا مستورة معانا، احنا عندنا بيت وعندنا شقة، انما هم ممكن ما يقعدوش ان هم يغتسلوا او يستحموا لفترة كبيرة ومحدش بيسأل عنهم. ما تقوليش حكومة، ما تقوليش اي حد، لكن على ما اظن يعني والله اعلى واعلم ان في مصدر رزق تاني للاخت حنان، سواء كان معاش او مساعدة من اخواتها او مساعدة من ابنائها، وهم يعتبروا ملزومين بيها. مقصود كلامي ان الانسان يسعى للرزق بتاعه ولكن ما يطلبهوش، لان كده كده هيجيله. رب العالمين ما بينساش حد،
ولو كان بينسى حد كان نسي اخواننا في فلسطين في ظل الاجواء اللي هم عايشين فيها، في ظل اجواء الحرب وفي ظل اجواء الدمار وفي ظل اجواء الجوع وعدم الشبع. لكن ربك ما بينساش حد. كلامي هيزعل ناس كتير، كلامي هيزعل ممكن حد من افراد عيلة آل داوود، لكن لو سمعوا الفيديو بتاعي امبارح كان فعلا هيتأثروا بيه، كان فعلا هيتصلوا على اي قناة من قنواتهم وشافوا ان هو بيعمل حاجة ملفتة للنظر، اكيد هيكلموه فيها. لكن الله اعلم هل هيستقبل النصيحة منهم ولا لا؟ هل هو يتقبل النقد؟ هل نصيحتي لعلا مفروض ان انا اقولها؟ هل نصيحة المتابعين لعلا مفروضة عليها ان هي تعملها ولا لا؟ الكلام ده كله يرجع لقناعاتها هي بالنصيحة، لقناعاتها بالزي اللي هي لابساه، بقناعاتها بحاجات كتيرة احنا ما نقدرش ندخل جواها. اتمنى من قناة حنان وعلا داوود الالتزام باتباع النصيحة من اخواتهم وحبايبهم زي ما هم بيقولوا المتابعين، وان هم يعملوا حاجة ثابتة، محتوى ثابت للقناة يقدروا يقنعوا بيه المشاهدين والمتابعين اللي بيتابعوهم وبيحبوهم، لو هم حابين المتابعين دول يستمروا معاهم. لكن بالشكل اللي انا شايفه المتابع مش حمل ان هو يشوف شيء هو شايفه قدام عينيه. المتابع عايز يغير، المتابع عايز يشوف حاجة جديدة عن اللي بيشوفها في حياته اليومية، اللي بيشوفها في الشارع، اللي ممكن تصادفه في البيت. انا بفتح اليوتيوب عشان افرج عن نفسي، مش عشان اسد نفسي. ويا ريت تقبلوها النوبة دي، ويا ريت اللي يهاجمني بالراحة بشويش بشويش. ده لو كان في مجال للهجوم، لو قلت حاجة تستحق انك انت تهاجمني عليها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.